السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهاردة ده فيديو كده ايه، كان بسرعة جامد جدا. وفي ناس مشتركة معايا في الفيديو ده. ماما واخويا قالوا لي، اتصلوا بيا يعني وقالوا لي ان هما جايين. انا ما كنتش عاملة اكل او كان عندي بقية اكل. لا، ما كانش عندي بقية اكل، كنت عاملة اكل قبل منها. هو اليوم واحد. تمام كده. انا بقى كان عندي ورق عنب اصلا، كنت نازله السوق قبل منها. جبت البتنجان المتقور ده. ولقيت الست كانت حاطه ورق عنب هو اصلا مسلوق زي كده. فقالت لي يا دوبك هتاخديه تشطفيه شطفه كويسه يعني، وتحشي على طول. انا كنت جايباه ليا اصلا، مش عشان في حد جاي ولا اي حاجه. المهم بقى لما ماما اتصلت بيا هي واخويا، المهم قلت ايه، لا خلاص هقوم طالما الحاجه جاهزه، يا دوبك هعمل تسبيكه واشوف هعمل جنب المحشي ايه. تمام كده تمام. ابني قال لي خلاص طالما تيتا هي اللي جايه انا هخش المطبخ واساعدك. حبيبي إيه مش هينفع؟ قال لي لا انا هخش المطبخ واساعدك. قلت له طب خلاص تمام. عملنا ايه بقى؟ وقفت عملت تسبيكه المحشي. اخدت حوالي 3 بصلات، خرطتهم وحطيت الماده الدهنيه بتاعتنا. ويا دوبك وهي بتيجي تاخد لون، خرطت كام قرن فلفل حامي كده. مع البصلة يا دوبك هيتشوحوا، وهنزل بالصلصة بتاعتنا. تمام كده تمام. هنبتدي ننزل بالتوابل. حطيت ملح، وحطيت فلفل اسود، وحطيت بهارات، وحطيت كزبرة ناشفة، وحطيت كمون. مش عايزة اي تيست غير الحاجات العادية بتاعتنا. تمام كده. هقول البهارات تاني: ملح وفلفل اسود وشطة. ما حطيتش شطة عشان الفلفل الحار. ملح وفلفل اسود وكمون وبهارات وكزبرة ناشفة. تمام كده. ونزلت طبعا بالطماطم بتاعتنا اللي انا ايه ضرباها، وحطيت شويه الملح. تمام كده. هنسيبها دي بقى تاخد وتدي مع بعضها، وهنروح نشوف بقيه الحاجات اللي احنا هنعملها. هنا طبعا كان عندي كيلو برضو بطاطس، بعت اشتريته. وبعت اشتريت فراخ، قعدنا حوالي ساعات نشتري فراخ. الفراخ كبيره جدا، الفرخه حوالي 2 كيلو ونص. ما لقيتش عند الراجل بتاع الفراخ فراخ بلدي، قلت طب اجيب فراخ بيضه. لقيت الفرخة حوالي 2 كيلو ونص، و2 كيلو كانت كبيرة جدا. فطبعا كانت هتبقى سيئة. ده بقى بالمناسبة ابني قال لي انا هعمل صينية البطاطس. طب يا حبيبي، قال لي لا لا انا هعمل صينية البطاطس. وقلت لا يقولي للناس ان انا ان الفيديو ده برعاية ابني. المهم ان احنا قعدنا ايه نضحك كده. وفعلا هو بقى واقف اخوي يخرط البصل، وبيقولي شوفي لي حاجة غير البصل. دخلت لقيته يا عيني رافع التيشيرت على وشه وعامل نفسه بيخرط. عشان بقول له انت عامل لي كده؟ قال لي علشان خاطر البصل وجع لي عينيا. آه بس ومسك بقى البتاعه دي، حسسني ان هو شغال في محل جزاره، مش بيخرط بصل. بس المهم طبعا ايه، جبت وراك. الوراك كانت كبيره جدا، فقسمت الورك على 3. وقلت خلاص هعمل ايه حاجه تانية. مسكت الدبابيس بتاعه الوراك، حطيتها في صينيه بطاطس. تمام كده. اللي هو بقى ايه، ابني واقف يعملها. هو قال لي قولي الفيديو برعاية ابني، بس قال لي ما تقوليش اسمي، بس يلا انا هقول اسمه زياد. فزياد واقف يعملها. المهم مسك البصل والفلفل خرطهم. وايه قال لي قولي لي احط ايه. قلت له حط ملح وفلفل، وبقيت ايه وتجيب بهارات فراخ. هو كده حط ملح وفلفل وبهارات فراخ. نزل بالبطاطس اللي انا مخرطاها. ودي كانت الدبابيس بتاعت الوراك. الوراك كانت كبيرة جدا، وما كانش حد هيرضى ياكلها كده يعني. احنا اصلا اما بنجيب فرخة او فراخ عامة بوزن كل واحدة لوحدها، وده الاحسن لك. اني اهو لايك بيقولك حطوا لايك، اني تحطي توزني كل فرخة لوحدها. الفرخة كيلو ونص. طبعا دي كانت الخضرة بتاعة المحشي. احنا لحد دلوقتي الفيديو ماشي معانا تمام. اللي هو خلاص عملنا التسبيكة. البتنجان والورق العنب موجودين ومعمولين. خلصنا صينية البطاطس بتاعة زياد. اهو قاعد يحط الرز.
وكان ناقص كمان يحشي، قال لي لا خلاص بقى احشي انتي. بس كده. هنا خلصنا خلاص الرز بتاعنا، كنت بظبط الملح بتاعه لقيته مظبوط. حطينا صينيه الفراخ على النار. احنا بقى خدنا الدبابيس عملناها في صينيه بطاطس، والوراك وبقيه الوراك قطعنا الورك، الحته التانية قطعناها على اتنين، يعني قطعنا الورك كده على تلاتة. وهنسلقها، حطينا قرن فلفل حار وليمونه وورق لورا وبصله وملح وفلفل. آه بصوا حته الحته اصلا مقطوعه من الورك قد ايه، كانت كبيره طبعا، بس ما كنتش عارفه اعمل ايه. بس كده. المهم طبعا كانت اتسلقت لاني برضو كنت محتاجه شوربه للمحشي. طبعا هنا كنت انا خلاص حشيت المحشي. وادي محشي الورق العنب. هنا خلاص كنت علقت طبعا على محشي ورق العنب ومحشي البتنجان. طيب ماشي. وكده صينيه البطاطس كانت خلاص طلعت. هنعمل ايه بقى؟ قالوا لي اعملي لنا خلاص الوراك اللي انت سلقتيها دي زي بتاعه كنتاكي. قلت لهم طب خلاص تمام. جبت شويه دقيق، حطيت عليهم شويه شطه وشويه كزبره ناشفه وشويه بهارات وشويه فلفل اسود. انا هقول لكم كده مش بالترتيب اللي انا بحطه. وشويه بهارات فراخ وشويه كاري هندي. هقول تاني البهارات بقى. الدقيق هنحط دي اللي احنا المفروض اللي احنا هنحطها، ونحط فيها الفراخ الخليط. هنحط التوابل: ملح وفلفل اسود وشطة و... وبهارات فراخ وبهارات عادية وكزبرة ناشفة. وهنقلب كل ده بلبن وبالطين. تمام كده، عشان بس ما نتوهش مع بعض في الحتة دي. طبعا دي كانت الفراخ، وكانت لسه في الحلة انا طلعت حبة كده رشيت عليهم شوية شطة عشان تبقى حرة. و... ومع الخليط ده برضو حطيت كاري هندي عشان تديها لون اصفر مش ابيض. هنا الفراخ دي معانا مسلوقة يعني بنسبة 90%. تمام كده. اولا ليه طب انتي ما عملتيهاش؟ محدش يقول لي طب انتي ما عملتيهاش كده من الاول ليه؟ لان الفراخ بتاعتنا كبيرة، يعني حتى لو اللحمة استوت هتلقي العظمة مدممة. فانا طبعا مش عايزين حاجة ايه تقرف حد يعني او تضايق حد. فلا خلاص انا سويتها بره يعني. هنا معانا دقيق عادي ومعانا دقيق ذرة. هنحط هنا على الدقيق شوية شطة وشوية كاري هندي برضو وشوية فلفل اسود وشوية بهارات وشوية كزبرة ناشفة وشوية توم باودر. وعلى فكرة نفس التوم ده انا حطيته في الخليط هناك. هنا عندي دقيق ذرة هنزل برضو بشوية. طبعا قلبت الخليط اهو كله في بعضه. وشوية ملح. تمام كده. هنبتدي بقى ناخد من الفراخ اللي من الخلطة دي وننزل بيها في الدقيق. وطبعا ابني برضو كان واقف يقلي. طبعا هنبتدي ننزل بالخلطة. عايزة تحطي دور واحد او دورين، دي حاجة ترجع لك وبراحتك. بصوا حقيقي الفراخ كانت معانا كبيرة، وكويس ان انا عملتها كده. كانت كانوا هيتضايقوا منها ومن شكلها. ودي بالمناسبة بصوا تقدروا تعملوها في عزومة او اي حاجة. عندي حلة دي صغنونة كده بتاخد حوالي 3 حتت فراخ. انا لما بكون هعمل زيت غزير ما برضاش اشغل القلاية لانها بتبوظ طبعا، بترمي الزيت منها. اهي بصوا الشكل. وما برضاش احط في طاسة كبيرة يعني. ده كان البتنجان والورق العنب معانا كان خلاص. ودي هنا بصوا الفراخ بتاعتنا شكلها وريحتها وطعمها كانت جنين تحفة طبعا. هنا خلاص كنا خلاص بنفنش بقى في الاكل كده. كانوا ماما واخواتي جم، او ماما واخويا عامه جم واحنا طبعا
انا وولادي وجوزي، فطبعا ايه، خلاص بقى كنت بقلي الفراخ دي اخر حاجة وخلاص. ده كان الشكل النهائي بتاعنا للاكل. طبعا ده ابني. الفيديو برعايته يا جماعة، محدش يزعله، ويا ريت لايك علشان خاطره، ولو ما فعلتش الجرس يا ريت برضه تفعلوا الجرس عشان خاطره. اهو قاعد بصي يوريكم في البتنجان وتعب نفسه. اهو كل الاكل معانا زي الفل ومفلفل.